عملنا مراجعة قبل كده عن شاومي نوت 12 ال 5G، والنهاردة هنتكلم عن النسخة ال 4G. موبايل الصراحة ممتاز جدا وحلو جدا في الفئة دي. هنتكلم عن كل حاجة زي كل مرة، ولكن كالعادة أحب أرحب بيكم قبل أي حاجة. يا أهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف شاومي ريدمي نوت 12 4G. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، المقارنة اللي في آخر الفيديو، وأي حاجة محتاج تعرفها عن الهاتف هنوضحها بالتفصيل. ولكن ضروري تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. نشوف أول حاجة تصميم الهاتف، والتصميم هنا شكله زي تقريبا تصميمات سلسلة نوت 12 ال 5G مع اختلاف بسيط. من وجهة نظري تصميم شكله حلو جدا وكويس. طبعا زي ما بقول دايما هي وجهات نظر. خامات الهاتف بتيجي من البلاستيك. وخلينا نشوف الشاشة بتقدم ايه. والشاشة هنا بتيجي بحجم 6.76 بوصة مع جودة فول HD بلس وبدقة 2400 في 1080 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل انش. والشاشة هنا أموليد ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز وسطوع الشاشة 1200 نتس. والشاشة عليها طبقة حماية جوريلا جلاس الجيل الثالث. طيب من غير أي كلام أو من غير كلام كتير، الشاشة هنا حرفيا ممتازة على فئة وسعر الهاتف بالنسبة للأسعار اللي موجودة دلوقتي. انت هنا بتاخد شاشة 120 هرتز مع أموليد، يعني هتاخد حرفيا تجربة ممتازة سواء في المشاهدة أو سواء في الألعاب. طبعا ده بفضل الأموليد ومعدل التحديث العالي. بالنسبة لأداء الموبايل أو المعالج، هنا شاومي بتقدم معالج سناب دراجون 685 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو، معالج جديد لسه من شركة كوالكوم. طيب أداء المعالج ده عامل إيه؟ المعالج هنا أداء كويس جدا، وهتاخد منه أداء كويس بالنسبة لفئة وسعر الهاتف. هتاخد منه أداء كويس سواء في الاستخدام اليومي، التصفح، أو سواء في الألعاب. وطبعا المعالج ب6 نانو دقة تصنيع، يعني موفر للطاقة جدا. الهاتف بيقدم 4 نسخ، واحدة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 4 جيجا رام، والتالتة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والرابعة 128 جيجا مع 8 جيجا رام. والهاتف هنا بيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص لغاية 1 تيرا. بالنسبة للكاميرات فالهاتف بيقدم 3 كاميرات خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، أما الكاميرا التانية فهي 8 ميجا بكسل ودي كاميرا ألترا وايد للتصوير بزاوية واسعة، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي ماكرو لتصوير التفاصيل من قريب جدا. والكاميرا الخلفية هنا بتقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بتيجي 13 ميجا بكسل وبرضه تقدر تصور بيها فيديوهات بجودة فول HD بمعدل 30 فريم في الثانية. هنا بطارية الهاتف جايب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة وهتاخد منها أداء محترم وكويس مع المعالج الموفر للطاقة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 33 واط. الهاتف هيجي باندرويد 13. الهاتف بيدعم NFC. الهاتف بيدعم منفذ السماعات. منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز لا تدعم الاستيريو. الهاتف مقاوم للرذاذ الماء والغبار، والوان الجهاز هم الرمادي والاخضر والازرق. والهاتف هنا بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة. وقبل ما نخش على مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. طيب نتكلم عن مميزات الهاتف. وطبعا الشاشة هنا حرفيا ممتازة على سعر الهاتف. المعالج برضه هيقدم لك أداء كويس جدا. البطارية مع الشحن السريع الاتنين كويسين الصراحة. بالنسبة لعيوب الهاتف فكان مفروض في السعر ده سماعات الهاتف تدعم الاستيريو. طيب بعد ما قلنا كل حاجة عن الهاتف، خلونا دلوقتي نعرف سعر الهاتف. ولكن خد بالك ان السعر اللي احنا نقوله في مصر وفي السعودية مجرد اسعار احنا متوقعينها، لان الهاتف لسه منزلش مصر ولا السعودية، يعني اسعار متوقعة.
الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام. الهاتف تم اطلاقه في الخارج بسعر $180. السعر المتوقع في مصر 8000 جنيه. السعر المتوقع في السعودية 900 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن ايه افضل منافس للهاتف ده في نفس فئته السعرية او بنفس السعر؟ عندنا هاتف ريلمي 10. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف شاومي ريدمي نوت 12 4G. هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين، ولكن قبل المقارنة احب اقول لك ان احنا هنا في قناة مو بي سي عملنا مراجعة لهاتف ريلمي 10. لو انت حابب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج شاومي هو سناب دراجون 685، والريلمي بيجي بمعالج ميديا تك هيليو جي 99، وهنا معالج الريلمي بيتفوق. بالنسبة للشاشات فشاومي بيجي بشاشة اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 120 هرتز، والريلمي بيجي بشاشة سوبر اموليد بجودة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث 90 هرتز. وهنا شاشة شاومي افضل بسبب انها 120 هرتز. الهاتفين بيجوا بنفس البطارية 5000 ملي امبير، وهنا الاتنين زي بعض. برضو الاتنين بيدعموا نفس قوة الشحن السريع 33 واط، وهنا الاتنين زي بعض. طيب دلوقتي خلونا نشوف الفرق ما بين الجهازين في الاسعار، ولكن خد بالك ان سعر الجهازين يعتبروا اسعار احنا متوقعينها، لان شاومي لسه منزلش مصر، وريلمي نزل مصر ولكن مش رسمي، عن طريق يعني ناس منزلاه انما مش عن طريق الشركة رسمي. سعر شاومي المتوقع نسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 8000 جنيه. سعر ريلمي في مصر ولكن مش عن طريق شركة رسمية زي ما قلت قبل كده، نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 7500 جنيه. من خلال موقع مو بي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. وفي نهايه الفيديو لو في اي هاتف معين عايزيننا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات. وكمان مستني اراك في هاتف شاومي ريدمي نوت 12 4G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.